السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وهنسأله لسيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويا ريت يجاوبنا عليه بصراحة. فين بقى عبد الله جمعة وأبو الفتوح من مباراة بكرة اللي هي الزمالك والاتحاد؟ لا عبد الله جمعة ولا أبو الفتوح موجود في قائمة الزمالك لمباراة الزمالك والاتحاد بكرة في الإسكندرية. دلوقتي ابو الفتوح جه واعتذر وعبد الله جمعه جه واعتذر وتاسفوا، ولا عبد الله مصاب ولا عنده ايقافات، ولا ابو الفتوح مصاب ولا عنده ايقافات وجاهز للمباريات. ليه بقى عبد الله جمعه واحمد ابو الفتوح غايبين عن مباراه بكره؟ واللي كان طالع منكم في الزمالك وبيهلل وبيقول وبيتكلم ويقول لك ان الزمالك معدي او احمد ابو الفتوح ده احسن لاعب في افريقيا. قلنا يا عم ماشي مش مشكله، بلاش في مصر خليها في افريقيا. فين هم بقى من مباراة بكرة مع الاتحاد؟ اذا كان بقى كده يبقى الكلام صحيح، يا اما يطلعوا يحللوا في مكافحة المنشطات اللي عملتها، اللي لما طلع اتهامهم رئيس النادي ان هم محششين وبتوعات برشام. خلاص كده بقى مكافحة المنشطات العالمية قال لك لازم يحللوا، خدوا برئيس النادي بتاعهم هيحللوا، يعني هيحللوا. بعتت لمكافحة المنشطات في مصر، مكافحة المنشطات في مصر لازم تعمل لهم تحليل. ما هو الامر بقى من فوق بقى من المنظمة العالمية، لازم يعملوا تحليل هنا. فين بقى؟ ادوهم فرق ايه؟ ادوهم 3 ايام مهله، عدى منهم يومين، لو اليوم التالت هربوا يبقى ايقاف 4 سنوات على طول لعبد الله جمعه وابو الفتوح. والاعتذار بتاعكم ما فاتش ولا حاجه. ويا ريت يا ساده اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. ومروان عطيه رسميا في الاهلي بعد اعلان الاتحاد منذ قليل عن الصفقة تمت والانتقال للنادي الاهلي رسميا وعلى حسب رغبة اللاعب. اهلا بك يا مروان في نادي القرن، في معقل البطولات. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمروان عطية وحصد كل البطولات مع النادي الاهلي واسمه يلمع ويلعلع في النادي الاهلي. ومحمود كهربا في القائمة المبدئية لمباريات كأس العالم للأندية. محمود عبد المنعم كهربا النهارده يا سادة بقى اسمه اتاخد او اتحط في قائمة كأس العالم للأندية، القائمة المبدئية للنادي الأهلي اللي هيلعب بيها كأس العالم للأندية. لسه هو القائمة النهائية ما بعتهاش، ممكن بعد كده يبعت القائمة النهائية. بس أنا عندي مثلا محمود كهربا موجود وخلاص هيحطه في القائمة. معنى كده ان محمود كهربا الايقاف هيتم عنه رفع الايقاف بكره ان شاء الله يوم 11. يعني معنى كده ان كهربا بكره ان شاء الله هيكون في قائمة النادي الأهلي لمباراة المصري، ممكن وليه لأ إن شاء الله. وبعد بكرة يبقى موجود وإن شاء الله بإذن الله ممكن يشارك، لأن كده كده كهربا كان بيتدرب وجاهز وكل حاجة. وعلى فكرة مارسيل كولر معجب بكهربا ولعب وطريقة لعب كهربا وجديته في التدريبات. فإن شاء الله بإذن الله احتمال كبير أوي أوي إن كهربا ياخد في المباراة بعد بكرة، لأن بكرة آخر يوم ليه في الإيقاف. فاحتمال، لا مش احتمال، أكيد إن شاء الله بكرة آخر يوم لكهربا في الإيقاف ووجوده في قائمة المصري على حسب رؤية الجهاز الفني. بس بنتمنى ان شاء الله يشارك حتى ولو جزء بسيط وياخد شوية في سموحة علشان يلعب مباراة الزمالك. كهربا اللي طلع راجل وقال لك العمر هو بيتعاش كم مرة، هي مرة واحدة، عيش بكرامة وعيش راجل، تفضل راجل وتموت راجل. فين دلوقتي الرجولية؟ احمد ابو الفتوح راح بس الايادي واعتذر وما شفناش منه حاجة، ويا ريتهم لعبوه وشكله هيتوقف برضه لان ده هرب، لاعب هرب من التحاليل. ويا ساده اليو ديانج كالعاده يكتسح رمضان صبحي في تصويت الجوله ال 12 من بطوله الدوري الممتاز. احلى حاجه ديانج بالصلاه على النبي عليه كده اكتسح مين؟ رمضان صبحي، فرق شاسع من السماء للارض. ديانج 97% ورمضان صبحي 2%. عرفت بقى يا رمضان يا صبحي ان جمهور الاهلي كبير قوي وشعبيته كبير، واللي بيمشي من الاهلي غصب عنه هو اللي بيخسر مش بيكسب. وديانج في الاهلي قاعد ومتربع ومتسلطن وسط جمهوره، والله اكبر عليه، الناس بتحبه وجمهور النادي الاهلي بيدعمه وهو مبسوط بيه.
وفي الختام يا سادة ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.